بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم أصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي أحسن حال إن شاء الله. يا ريت لو كنتوا أول مرة تشوفوا القناة منا، يا ريت تسووا لنا سبسكرايب وتضغطوا على الزر الأحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه إن شاء الله. وما تنسوناش في اللايك والشير، وأي آراء وأي كومنتات وأي طلبات هننتظرها تحت الفيديو إن شاء الله. اليوم مثل ما انتم شايفين من الصورة اللي قدامكم، يعني احنا مش هنطبخ. انا حبيت اعمل تنوع في القناة، لان عنوان القناة في الوصف بتاعتنا ان هي اكلات وكل ما يهم المرأة، والمرأة هي يعني عمود اي بيت في اي مكان، سواء في الوطن العربي في العالم كله. يعني هي وزير المالية لكل بيت، ده من وجهة نظري انا الخاصة. يعني لان هي بيكون عليها الاعتماد الكلي في كل حاجه، امور البيت، سواء اكل، تنظيف، سواء ترتيب الميزانيه، سواء يعني كل ما يخص الحياه ما بينها وما بين زوجها وما بين اولادها. الام والسيده بتكون هي العمود الاساسي في هذا. فالنهارده عنوان الفيديو هيكون كيف ادخر فلوسي او اوفر فلوسي للمستقبل حسب امكانياتي. طبعا ربنا الحمد لله رب العالمين، طبعا كلنا موقنين ان ربنا جعل الدنيا درجات. يعني لازم في درجات، لان لو انا كفرد عندي كل حاجه، مين اللي هيعمر الدنيا ومين اللي هيبني الدنيا؟ فمنطقيا لازم ان احنا معترفين والانسان مقتنع بحاله وراضي باللي ربنا قسمه له. وعايزه اقول نصيحه لاي حد لسه بيبدا حياته. الناس كلها ما بتبداش حياتها عندها كل حاجه. الناس كلها بتمر بيها ظروف صعبه جدا، وسواء كان غني سواء كان فقير سواء كان متوسط الحال، سواء يعني ايا كان مستواه، ايا كان مكانه في الوطن العربي او في العالم، كل الناس بتمر بظروف صعبة. بس اهم حاجة ان الانسان يكون عنده ايمان قوي بربه، لان مهما هتجري ومهما هتسوي، لو ربنا قسم لك هو بس ريال واحد او جنيه واحد او دولار واحد هو حصيلة رزقك، فما تحاولش، مش هتاخد اكتر منه. هذا لازم الناس تكون، الواحد يكون عنده يقين وعنده قناعة من جواه ان انا بس اللي عليا ان انا اجتهد، افكر، اشتغل على نفسي، اشتغل على الامكانيات اللي عندي، احاول يعني اتصرف في الامور، اوازنها زي ما بيقولوا حسب معيشتي وحسب ظروفي وحسب امكانياتي. لكن اللي ربنا كاتبه الانسان ما هياخد اكتر منه، بس الانسان يجتهد ويعمل اللي عليه، وبعدين ما توفيقي الا بالله. فهذه اهم حاجه في البدايه قبل ما نبدا الكلام، ان لازم الانسان يكون عنده قناعه شديده بحاله، يكون راضي بحاله. لان يستحيل، من تجربه شخصيه ومن ناس كتير بشوفها حواليا، في ناس كتيره عندها فلوس كتير يعني اعرفها، وربنا عطيهم خير ونعمه، وربنا يزيد الناس جميعا من فضله ومن نعمته، ولكن دايما للأسف باصص للي في ايد غيره. شوف حاله قسما بالله، ايا كان يجيله فلوس، ايا كان يجيله دخل، ما بيبان عليهم حاجة. ليش؟ لان انا مش قانع بحالي، او هي او هو مش قانع بالحال. فدايما باصص لسين وصاد، هو عنده ايه وانا ما عنديش ليه مثله؟ هو قاعد في بيت صغير، في بيت كبير وانا قاعد في بيت صغير. هو عنده سيارة 4x4 وانا عندي سيارة صالون. هي عندها ذهب وانا ما عنديش. هو عنده فلوس وانا ما عنديش. يعني سبحان الله، يعني اللي بيوزع الارزاق رب العالمين مش الانسان. والانسان طول ما انا جالس، بدل ما اشغل نفسي ان انا كيف اطور حالي وكيف اظبط اموري، لا، انا جالس اشوف سين وصاد. هو ايه؟ غني يبقى اكيد معرفش بيشتغل في ايه، هو يبقى اكيد بيعمل حاجه غلط يعني. او من اين لك هذا؟ السؤال اللي غير مشروع اللي الناس كلها بتساله، يعني انت من فين ليك هذا يعني؟ فهذه مشكلة. يعني لازم الناس كلها أصلا تتيقن من هذا الأمر، إن أنا بدل ما أشغل حالي بالآخرين أشغل حالي بنفسي أنا. لأن أنا لو طول ما أنا ما ببص للآخرين، الآخرين بيتقدموا 10 خطوات للأمام، وأنا للأسف يا إما أنا واقف محلي سر أو برجع للخلف، عمري ما هتقدم بهذه الطريقة. فندخل في الموضوع. أسفة إن أنا أطلت في الموضوع. نبدأ. لو أنا الحمد لله ظروفي متيسرة وعندي مبلغ كبير من المال، أنا من وجهة نظري ومن التجارب الحياتية اللي شفتها قدامي مع ناس كتير، لو أنت عندك مبلغ كبير، اشتري بيه أرض أو اشتري بيه عقار. دلوقتي الاستثمار جيد جدا في العقار أو في الأرض. طيب ما لقيتش، أو الفلوس اللي معايا ما تكفيش اشتري أرض وعقار، طيب أبدأ. أهم حاجة بعد كده التجارة، بس التجارة فيها شرط. انت لو بتفهمي في الحاجة اللي هتجري فيها
او اللي هتسوي فيها استثمار او مشروع، هقول لك على بركة الله 10 اضعاف الرزق في التجارة وربنا بيبارك. لكن لو انت ناوية تدي فلوسك لحد يتاجر لك بيها، لا، فكري مليون مرة قبل ما تاخدي هذه الخطوة. لان انا شفت ناس كتير، ناس تضحك عليها، انت مش فاهم في الشغلانة، ياخد منه الفلوس او تاخد منها الفلوس، وانا هستثمر وهديك معرفش كام في المية، وفي الاخر يخسر الفلوس رأس المال ولا في ارباح وخسر كل حاجة. فانا ما ادخلش في مشروع او في تجارة او في اي استثمار الا لو انا عندي فعلا معرفة، انا اعرف اشتغل في الاستثمار ده ولا ما اعرفوش، وهل انا هقدر ادير بنفسي. لو انت اعتمدت على غيرك يدير لك، سوري يعني، لو ما يبكيش على المال الا صاحبه. لو انت مش هتقعد على مالك هيتسرق منك، ايا كان بقى مين اللي بيستثمر لك. فلو انت بتفهم في التجارة او انت بتفهمي في التجارة، ارشح التجارة طبعا. طيب ما بعرفش تاجر او ماليش تجربة فيها، وقلت لكم من تجارب الاخرين، ناس كتير ما بتفهمش في الاستثمار والتجارة وخسرت رأس المال ولا حصلت اي ارباح. طيب انا ما بعرفش في التجارة والفلوس اللي معايا ما تقضيش اشتري عقار. افضل حاجة اودع في البنك صراحة، يا اما اودعهم في شهادات ادخارية اللي هي بتبقى لمدة 5 سنين 10 سنين وبتاخد فوائد كل 3 شهور، او في حساب توفير وليه دخل شهري، فهذا اضمن واسلم حل طبعا. طيب في ناس تقعد تقول مثلا البنك حلال والبنك حرام، مش هدخل في موضوع الحلال والحرام. كل واحد يعني دار الافتاء نفسها قالت ان الفلوس البنك مش حرام، فكل واحد بقى هذه نقطة يرجع فيها مع نفسه، وهذه انا يعني ما افتي في الدين، يعني الحلال بين والحرام بين. طيب لو انا ما عنديش، ممكن اعمل ايه؟ اشتري ذهب. الذهب دلوقتي ما شاء الله يعني يعتبر ادخار راجح، لان انت الاسعار ما شاء الله بتزداد، فممكن الواحد يشتري ذهب ويدخر فلوسه في شكل ذهب. بس ما تشتريش ذهب بقى غوايش واطقم واشياء. ليه؟ لان انت لو جايباها للاستخدام والزينه اوكي هقول لك استخدميها، لكن انت لو جايباها للادخار، يعني انا ممكن احتاج الفلوس في اي وقت، فانا لما اروح ابيع الغوايش او ابيع الطقم مالي او السلاسل او الاشياء، هتخسري فيها المصنعيه، هتخسري فيها الفصوص، هتخسري فيها جامد. فانت افضل حاجه لو هتدخري على شكل ذهب، ادخري في شكل جنيهات، لان الجنيهات انت بتاخديها مثلا الجنيه النهارده ب 1200 دولار، لما بتيجي بتبيعيه ب 1200 دولار حسب، او لو مثلا زاد مثلا بقى ب 1500 دولار فرضا، هتبيعيه ب 1500 دولار. فكل واحد حسب طبعا العمله اللي في البلد بماله يعني. فالجنيهات مش هتخسري فيها حاجه، بتبيعها بسعر الذهب مال اليوم، وممكن طبعا لما الذهب بيزيد بتربحي فيها حسب سعر اليوم مال الذهب. طب ده للناس اللي هي ما شاء الله ربنا كرمها، وربنا يعطي الناس كله من فضله باذن الله. لو انا متوسط الحال هوفر ازاي؟ يعني دخلي مش كبير، يا دوبك بقضي يعني المعيشه في حدود يعني ممكن بقى هذا، يعني ممكن الناس المتوسطه للاقل شويه. يعني طبعا اهم حاجه الانسان بيوفي في التزاماته، الالتزامات الحياتيه الاساسيه اللي هي بتاعت كل بيت، اللي هو كل واحد ادرى بقى ايش انا الاساسي. ممكن الاساسي عندك يكون كمالي عندي انا كماليات، او الكماليات عندي انا اساسيات عند غيري، او الاساسيات عندي انا تكون كماليات عند غيري. فسبحان الله كل واحد بيكون أدرى بظروفه وأدرى بكيف ينسق أموره. لو أنا مثلا يعني متوسط الدخل أو أقل شوية، يعني أنا أفضل مثلا أن أنا أشتري جنيهات ذهب، أحط في شهادات ادخارية، أحط في حساب بنكي. لو أنا على قدي أقل شوية، ممكن أوفر جزء من المرتب أو من الدخل بتاعي سواء أنا أو زوجي، أسوي جمعية، وبعد ما أخد الجمعية خلاص هذا هيجيني مبلغ متوفر اهو، اخد المبلغ ده بقى يحطه في بنك، في دفتر توفير او في شهاده، او اشتري بيه جنيهات ذهبيه وانساه. وطبعا ما تنسوش ان احنا طبعا في حاله الناس اللي هي بتشتري ذهب او تحط فلوس، طبعا دي عليها زكاه، وطبعا كل واحد بقى بيسال الزكاه بتاعته كام حسب المبلغ، ولازم بعد ما يعدي عليها الحول بيكون الزكاه ده حق ربنا طبعا، لان ما حد هيتحاسب قدام ربنا الا انت، ما في احد اخر. وطبعا الزكاه بتختلف عن الصدقات، الزكاه حاجه والصدقات حاجه تانية. فالانسان يكون واعي يعني لهذه النقطه، اهم حاجه، لان طول ما انت ذاكر ربنا في حياتك وحطت ربنا قدام عينيك في كل حاجه، ثقي وتاكدي ان ربنا هيكرمك لا محال. واهم حاجه الدعاء ايا كان. انا سبق في بدايه كلامي قلت لكم كل الناس بتضيق بها الحال في ظروف معينه،
وعن تجربة شخصية والله، يعني الإنسان مر بظروف كانت صعبة جدا، والحمد لله ما يأسناش من رحمة الله، ودعينا وربنا فرجها علينا من باب واسع، ربنا يفرجها علينا وعلى الناس أجمعين يا رب العالمين. فالناس ما تيأس من رحمة ربنا، وعليكم بالدعاء والاستغفار. وأهم حاجة زي ما قلت لكم إن الإنسان يكون قانع بحاله وراضي بحاله. طيب احنا قلنا لو انا عندي دخلي مثل ما قلت لكم اشتري جنيهات ذهب، او احط في البنك، او احط في شهاده ادخاريه، وهذا هيكون افضل حاجه. يعني انت الاول بتطلعي مثلا احتياجات بيتك وخلاص، وبتطلعي جزء للفلوس الجمعيه. لو مش هدخل جمعيه مثلا، لا خلاص انا مثلا كل شهر هعين مبلغ. يعني ما انت مش كل شهر مثلا هتشتري ملابس، مش كل شهر هتشتري اجهزه كهربائيه في البيت، مش كل شهر هتشتري مثلا يعني شوزهات وشنط ومكياج واشياء زي هذه. لا، ما هو في شهر بيشيل شهر زي ما بيقولوا. يعني شهر بيكون عندي مصاريف زياده شويه، شهر خلاص انا مش محتاجه، اشتريت الشهر اللي فات مثلا شوز وشنطه، الشهر ده مش محتاجه، فهيبقى عندي توفير شويه. اشتريت للاولاد الشهر هذا حاجه، الشهر الجاي مش هشتريها نفسها، فهيبقى عندي توفير. فهي الشهور مثل ما بيقولوا بتشيل بعض، فكل واحد حسب امكانياته وحسب توفيره. المفروض ان انت اهم حاجه كل شهر توفري جزء معين من دخلك، حطيه في مكان معين في الدولاب بتاعك، وحطيه في مظروف كده، وهذا ما امدش ايدي عليه. هتيجي على اخر السنه في 12 شهر هتلاقي معاكي مبلغ، المبلغ بقى ده تقرري انت هتسوي بيه ايه. فدي كانت نظرة بسيطة يعني ازاي اوفر فلوسي وادخر فلوسي حسب المستقبل. يعني يا رب تكون افكاري عجبتكم، ولو كانت عجبتكم فكرة الفيديو يا ريت تكتبوا لي تحت الآراء والكومنتات. نستمر في مواضيع كده بتشغلنا كلنا، يعني سواء غني فقير متوسط الحال، كل الناس بتشغلها كده. كل الناس بيقولك وجعلنا الإنسان جهولا، يعني الإنسان دايما عنده جهل، عنده شغف برزق بكرة، فهذا للأسف يعني. فنحاول بقدر الإمكان نكيف حياتنا ونكيف امورنا، وطبعا كل واحد هو بصير على نفسه. يعني انا ما اعرفش ظروف حد، فكله يعني انا اديت افكار بس، كل واحد بقى يكيف الافكار اللي انا اديتها دي على حسب دخله. ولو انتوا طبعا عندكم افكار تانية غير اللي انا قلتها يا ريت طبعا تشاركوني بيها، اكون سعيده. لان الهدف انا اصلا من دخولي اليوتيوب ان انا افيد غيري ببعض من شويه من التجارب الحياتيه اللي انا والخبرات اللي انا اتعلمتها في حياتي، ومن ظروف الاخرين اللي شفتها، الاهل والاصدقاء، وان انا اتعلم منكم، لان خيركم من تعلم وعلم. يعني ان احنا كلنا بنستفيد من بعض، ما فيش حد يعرف كل حاجه، وما فيش حد عنده علم كل حاجه، كلنا نفضل نستفيد ونتعلم من بعض لحد ما ربنا الاجل ينتهي يعني. فاهم حاجه ان ربنا يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه يا رب، والستر والصحه، يعني هذه اهم حاجه الانسان بيطلبها من ربنا. يا رب تكون فكره اليوم عجبتكم. هنتظر ارائكم وكومنتاتكم تحت الفيديو ان شاء الله. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.